بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 15 من دروس شرح متن ابن عاشر رحمه الله. الساقي مع كتاب الصلاة أنفذو ذي فرائض الصلاة. سي البيت رقم 100 ألما ذي البيت رقم 105. يعني سي البيت 100 ألما ذي البيت رقم 105. يجمع داك 16 فرائض، يجمعي ثنتيد ياك ذكوا ولاكي اما كدنا ذوك السفرقه مشطوح، يعني في هذه الابيات المعدودات. إن فرائض الصلاة ستة عشرة هكا 16. شروطها 4 مفتقرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام إلى آخر. فاتحة مع القيام. يكثي كذاكي ألما ذي البيت رقم 105. ثلاث مثلا الصلاة لغة الدعاء. مرض الصلاة معناه الدعاء في اللغة. شرعا هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة أو بشروط خاصة. إذن فهي أقوال وأفعال ذي مسلاين أكد الفعايل تظليف نسمسلاي ذيكس، ولكن داش المسلاي أين دينا الشرع وذا نسعى هيئات وحركات وأفعال. ثقي ذي القيام، ثقي ذي الركوع، ثقي ذي الرفع من الركوع، ثقي السجود، ثقي كلها أفعال. ولكن ثقة ذاكية وكايناك مفتتحة، يعني هذه الأقوال والأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أنكشم تظليث ست التكبير ونختم ست التسليم، ولكنك مع النية. يعني هذه الأقوال وهذه الأفعال قد تقال، ولكن إذا انعدمت النية، عدم وجود النية، فليست بصلاة. ثم إنك بشرائط مخصوصة وهي سنذكرها تباعا في الدروس القادمة. ثورة أنفذو يوث نحاول نحترم يعني الترتيب إذ يفذر ابن عاشر في متنه. سي البيت رقم 100 ألما البيت رقم 105. أمزوارو إن تكبيرة الإحرام. وقيل أمزوار تكبيرة الإحرام. ندخل الصلاة بتكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام معنى قول المصلي الله أكبر لا يديني، بمعناه وريزميرارا غتيفدل سوا الوايض أديني الله أعظم، نغديني الله كبير، نغ الله أقدس، الخاطئ إلى قديني أكن ديوسا ذي الشرع التكبير قوله الله أكبر، وهو فرض على الإمام وفرض على المأموم في الفرض والنفل. ذا الفرض أما في الإمام أما في المأموم أما ذي صلاة الفريضة أما ذي النافلة بجميع أنواعها. أما ذا الرواتب، أما ذي النوافل ذوات السبب، أما كل النوافل، أما صلاة القيام، قيام الليل إلى غير ذلك. دليل الوجوب أما كندنا مثلا كل هذه الأحكام التي وردت مختصرة معتصرة مختزلة في هذه المتون، وهذا متن ابن عاشر من متون الفقه الإسلامي، كلها مؤصلة، يعني إلا سائسة الأصول إما ذي القرآن أو ذي السنة أو ذي القرآن والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام الناد علي بن أبي طالب حديث يعني في ديروان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يناد النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور ثسالوس نتظلث تزدي، يعني الوضوء، وتحريمها التكبير هكا مستكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم. وهل يجب رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام؟
يعني ليس واجبا أن ترفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام. أم بعد دائما في تكبيرة الإحرام أدوغ بعض الأحاديث، يعني جمعت بعض الأدلة تذاكي غوري. حديث أبي هريرة رضي الله عنه إناد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة مثكر غرزاليث فكبر بمعنى دين الله أكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. شفا مليح على هذا الحديث، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا الحديث من الأحاديث المعتمدة لدى الحنفية في التفريق بين الفرض والوجوب، لأن هذا الحديث ينسجم تماما مع القرآن الذي أمرنا بقراءة ما تيسر في الصلاة، نقرأ ما تيسر من القرآن. لذلك فرقوا بين الفرض والوجوب خلافا لجمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء لم يفرقوا بين الفرض والوجوب، الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. ولكن السادة الحنفية الأحناف فرقوا بين الفرض والوجوب، قال لك الفرض ما ثبت بنص قطعي، وقد ثبت ربي سبحانه أمرنا بقراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة، ولكن بالنسبة للفاتحة مشمولة بهذا الحديث، بهذه الآية. لذلك حينما قرأوا قول الله النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا فقراءة فاتحة الكتاب هذا شرط، هذا يعني نفي الكمال، عدم القراءة يؤدي إلى نفي الكمال. وهناك من الفقهاء من قالوا بأن عدم القراءة يفيد نفي الصحة، يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا نص الحديث. الذين قالوا بأنها واجبة، بأنها فرض، قالوا لا صلاة صحيحة، يعني جابوا كلمة الصحة لبيان المعنى المراد عندهم، لا صلاة صحيحة، وهي تفيد نفي الكمال عند من قال بذلك، أي لا صلاة كاملة. يعني المعنى الحديث إما نقول لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة، لأنه قادين قراءة الفاتحة فرض. لذلك ننده ما المقصود بالحديث لا صلاة صحيحة، لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. ولكن وياض ننخاطي منهم الأحناف لا صلاة كاملة، يعني المراد بالحديث نفي الكمال. الحديث قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، قل الله أكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا إلى آخره. وهذا الحديث يعني حديث أساس أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم، معنى يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نؤدي الصلاة، كيف نقيم الصلاة قياما سليما صحيحا كاملا، والكمال طبعا في حدود القدرة البشرية. مدينة حتى اركع حتى تطمئن راكعا، وبعدين إناد ثم ارفع حتى تعتدل الاعتدال، وقد ذكره ابن عاشر في متنه قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع إلى آخر الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثرى أنروح والسين إذن القيام لتكبيرة الإحرام، القيام لتكبيرة الإحرام هذا الذي ورد تكبيرة الإحرام والقيام لها، هكذا ذكرها ابن عاشر. معنى الركن الثاني، الفرض الثاني هو القيام لتكبيرة الإحرام، بمعنى أدنني الله أكبر بالقيام. أنا أنبه الإخوة اللي راهم يصليوا على الكراسي أنه ماشي من البداية صاحب عذر غادي يقيم، هو يقدر يقوم قليلا لأنه كان يمشي مثلا يلحو، معناتها أدني الله أكبر قائما
تكبيرة الإحرام بعد ذلك يقيم، ماشي من البداية يعني خطر تكبيرة الانتقال في ما كاش مشكلة. تكبيرة الانتقال يعني من وضع إلى وضع الأمر مسموح به، ولكن ذي تكبيرة الإحرام إلى قد ديني سيف الدين من بعد قيم. يعني هذا التنبيه، لأن بعض الإخوة سألوا هذا السؤال، فجاءت الفرصة باش أذكر إخواني سادتي الأفاضل بهذا المعنى. أوين ساعة لاذر فظل ثمريك شمس تكبت الإحرام ديني سيف الدين هذه قيمة بعد خطر ميتي دينا كان يكشم ذي الظليث ماشي سيني كيني مادام ساغ العذر إذا غاس قواسام زولو كان هذا قيمة، ولا ما يندقو خامس وفلا مطرح مثلا يقزان غاشو زام طوث نغذر قاز كن فوي لا تصمتوث نغذر قاز يعني يسعى العذر أدين الله أكبر من بعد هذه يقيم. والقيام لها، إذن القيام لها فرض كما ذكره ابن عاشر. طيب من بعد ذاك سمحتي بالنسبة للشرط الثالث، الركن الثالث أو الفرض الثالث، إناد النية، ونية بها ترام. ذكر النية في الركن الثالث أو الفرض الثالث. النية كما تعلمون محلها القلب، يعني ولا حرج أن يتلفظ بها، ولكن كما قلنا مرارا التلفظ بها مدعاة للوسواس، لذلك الأفضل الإنسان لا يتلفظ بها. والنية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية تفيد الحسم وتفيد التمييز. الحسم معنى فرص ذا شو النية نيوند مثلا ذي الظلة تميز بالنية بين العبادات، صح؟ بين الظهر والعصر تجد ساعة 4 ركعات تلقى 4 ركعات، أم كتفرق ديال سنت أتفرق ديال سنت النية تجد الظهر تجد العصر غاس كيف نسنت 4 ونميز بين العبادات والعادات. النية هي العبادات العادات ذي الوضوء مثلا يزمر هذه السيرد أعضاء الوضوء حتى الأعضاء القرآنية كثنتي السيرد، ولكن بنية النظافة تسدي ذايا وماشي سنية الوضوء. ذا الغسل كيف ما يكشميون يدوش تسدي هذيك ستيدينا كذا هذيك سعقو، ولكن ما إلا ظرف على الحدث الأكبر طهارة الكبرى الوضوء الأكبر شو تميزن النية بعد ممكن يدوش من بعد ثم هذه يخدم النية تقول بلا ثمتورة هذه يبذو الطهارة الكبرى. صافي النية تميز بين العبادات والعادات، والنية تميز بين العبادات بعضها ببعض، وتميز بين الأداء والقضاء. بالنية نميز بين الأداء والقضاء. هيونا ذي الظال مثلا هذو كل راهم يغرموا الصلوات يقضوا الصلوات، ممكن يصلي المغرب الحاضرة بنية، أم بعد يزيد يصلي المغرب الثانية بنية القضاء. صلى المغرب مرتين، ولكن الأولى صلاها صلاة المغرب الحاضرة والثانية صلاها بنية القضاء. صافي إذن النية ضرورية. وطبعا الأحاديث كثيرة في هذا الباب، أكتفي بما استمعتم إليه. ولكن فيه حاجة واحدة برك، هل النية يعني ترافق يعني خلال العبادة كاملة، وهذا من الإحسان كما يقول العلماء في حديث جبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مع انتهاء استحضار هذه النية يخليك تبقى دائما مع الصلاة، يعني ما تخرجش من الصلاة. هذه فيها تفاصيل، أكتفي بهذه المعاني. ثم في 4 قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة نعود مرة أخرى لأؤكد لإخواني بأن قراءة الفاتحة ذكي ابن عاشر حسب في المسألة قال لك هي فرض، فاعتبر عدم قراءة الفاتحة معنى نفي الصحة، لأنها فرض
كي نقولوا فرض معناه ضروري، الى 16 قاعدين انت 16. النبي عليه الصلاه والسلام ينادي لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. وذكروا ايضا سنه عمليه النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقرا الفاتحه باستمرار، لم يتخلف مره عن قراءه الفاتحه، لا في صلاه سريه ولا في صلاه جهريه. اذن هذا امر اخر. وعمل اهل المدينه الصحابه الكرام الذين عاشوا بالمدينه كلهم ايضا جزموا بذلك. لذلك ابن عاشر حسم في المساله واعتبر قراءه الفاتحه فرضا. فالمراد إذن بالحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا صلاة صحيحة فلا تصح إلا بقراءة الفاتحة. والخلاف نتاع الأحناف ذكرناه. فيس 5 القيام لقراءة الفاتحة. القيام لقراءة الفاتحة، نقرأ الفاتحة بالقيام، ولكن بالنسبة للي جاء يعني متأخر إذا أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، أدرك الركعة، يعني أدرك فضلها. إذا كان نصلي مع الإمام جاء واحد مثلا متأخر دخل مباشرة سمع الإمام قال الله أكبر باش يركع، يقول تكبيرة الإحرام قائما الله أكبر ثم يكبر مرة ثانية للركوع، تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال يعني يكبر مرتين. وإذا كبر مرة واحدة تكبيرة الإحرام وركع معها فهذه تجزئ، يعني أدي يشمد كان يفاد الإمام يدير الله أكبر يركع، شيلد الله أكبر قائما واركع، ما تعاود ضد التكبيرة في السنة فكني خير تخدمت تكبيرة الانتقال. مسد النظارة تكبيرة الإحرام ني تجزئ بها دخلت الصلاة وبها حققت الانتقال من القيام إلى الركوع، وكذلك بذلك بإدراكك للركوع فقد أدركت صلاة الجماعة. ولو كان الركعة الأخيرة في المغرب ولا في العشاء الركعة الأخيرة فقد أدركت صلاة الجماعة. فاتك 3 ركعات صح، ولكن أدركت فضلها ذا. أما بالنسبة للأجر يختلف طبعا، هذاك اللي جاء الأول اللي حضر في الصف الأول اللي إلى آخره كما قال العلماء. مثلا في الصلاة ممكن يجي واحد الجمعة متقدم ويحتل مكانه هنا في الصف الأول، وقد يأتي متقدما ولكن يتأخر يقيم الدفير، فهل يحرم من أجر الصف الأول؟ لا يحرم من أجر الصف الأول، خاطر لو كان ماشي المراد فقط الصف الأول، خاطر ممكن واحد يجي روطار والشيخ يخطب ويجي يلقى بلاصة في الأول ويحكمها، خاطر بعض الناس هكذا يفهمون. أسيني كيني أو كانت سيداوية الصف الأول أديس روطار يفد الشيخ ديال الخطبتين نسديس مباشرة، وهذه الصفة مزوارو يتخطى الرقاب. هذه السنة ديال ما يفهم كان رزاز بالنسبة إليه وقت الشغل. هذا هو. لذلك ابن عبد البر رحمه الله يناد أن الإنسان كي يجي يعني باكرا يبكر فينال أجر الصف الأول ولو صلى في الصف الأخير. لو كان الصف نقارو لعذر ما ربما يقع وارو ريسي عيانا كذا هذه ثكيغ الحيضر دفير ولكن يسعى الأجر. وسا الركوع، الركن السادس وهو الركوع. وكي نقول الركوع معناتها نركع كما نعلم ولكن مع الاطمئنان في الركوع. نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. كي قال صلوا كما رأيتموني أصلي بمعناه الصحابة يعني كانوا يلاحظون صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يركع، فكيف يستوي في ركوعه وكيف يطمئن في ركوعه وماذا يقول في ركوعه إلى آخره. فالركوع إذن هو فرض سادس، احترمنا الترتيب هكذا
ومن بعدين والركوع والرفع منه، البيت الثالث البيت 102 الرفع من الركوع، معنى الإنسان يركع هذا فرض، والرفع من الركوع فرض، ماشي يكون يركع وبعدين يروح يسجد صلاته باطلة إذا بقى هكذاك، إذا دارها عن عمد. إذا كان أخطأ أنا واش يدير؟ رحت ماذا يصنع هنا؟ لازم يعود الركعة كاملة، يعود ركعة كاملة. الرفع من الركوع، وكي يرفع من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ذاكي شكون يقول سمع الله لمن حمده؟ كي نكونوا مع في الجامعة الإمام غير هو الذي يقولها، حنا ما نقولوهاش. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، حنا نقولوا ربنا ولك الحمد. الصيغة الثانية ربنا لك الحمد، ما كانش الواو. الصيغة الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد، ما زيدوش برك والشكر إلى آخره. ولكن ممكن تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا، هذه أيضا وردت. حبيت نقول في العبادات لا نتكلم، لا نقول ولا نردد إلا ما ورد، إلا ما ورد. إذا كان في اسمه في النوم، يعني واحد كي يروح ينام يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، وإن أمسكت نفسي فاغفر له، وإن أرسلته فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إني وجه، فكرني بالدعاء تاع النوم، ماشي راقدين صافي. اللهم لك أسلمت، لا ماشي وجهت وجه، لا يلا فكروني بدعاء النوم. وجهي إليك وفوضت أمري إليك، بعد لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بنبيك الذي أرسلت، بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هذاك الصحابي اللي نح غير كلمة النبي عوضها بالرسول، قالوا لا يبقى كما هي، لأنه هذا هو الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال لكم أيضا دعاء الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. نتوقف دون أن نضيف إنك لا تخلف الميعاد، فالله لا يخلف الميعاد، ولكنها لم ترد. الركوع، الرفع من الركوع رقم 7. رقم 8 السجود. لا بالنسبة للسجود فيه بعض التفاصيل، هذا الركن الثامن والفرض الثامن. أولا ربنا قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، إذن فالأمر بالركوع فرض والسجود فرض بنص الآية، هذه جاية في سورة الحج الآية 77 واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وبعدين ربي قال الراكعون الساجدون في سورة التوبة الآية 112. والآن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، بعد قال فأكثروا الدعاء، أمرنا بالاجتهاد في الدعاء، قال فأكثروا الدعاء. هذا الحديث ذكره الإمام، خرجه الإمام أحمد والإمام مسلم وابن ماجه وغيرهم. إناد أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. العبد من مي قرب ربي سبحانه وأكثر ما يلي في حالة السجود. ولكن السجود عندنا أحاديث والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالسجود، نسجدوا على واش؟ على 7 أعظم. 7 أعظم. ما هي هذه ال7؟ يلا يعني اليدين والجبهة مع الأنف هكذا، أم بعد الركبتين والقدمين، صافي اليدان زوج، الركبتين زوج 4، والقدمان صافي 6. الجبهة مع الأنف اعتبرتا عضوا واحدا، عضو واحد. فيه نقاش فقهي بين العلماء، إذا كان واحد أحيانا يسجد على جبهته ما قدرش النيفو يوصل،
احيانا كي تكون في الحرج مرفوع تجتهد باش يكونوا في زوج باعتبارهما عضو واحدا، مفهوم؟ لذلك مسألة فيها واحد اللطائف يعني بين الفقهاء بلا ما نذكرها. الذي يهمنا هو ناخذ بهذا الرأي، وهو من أرجح الأقوال. أنه قال لك لو كان نعتبرهم عضوين يوليو ثمانية صافي نعتبرهم عضو واحدا، لأنه راهم في الوجه في زوج، فبالتالي يعني نعتبرهم عضوا واحدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة. في هذه الرواية ذكر الجبهة وأشار بيده على أنفه، معناتها يسدك الاثن، واليدين والركبتين، وبعدين وأطراف القدمين. وهذه الصيغة نتاع الحديث صيغة أوردها الشيخان، خرجها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما. وكذلك عندنا حديث آخر، حديث العباس بن عبد المطلب، قال سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سجد العبد، ما يسجد بنادم، سجد معه 7 أطراف، تأكيد للصيغة الأولى 7 أطراف. إند وجهه، صافي الرواية الأولى تبذرد الجبهة، وذاكي إند وجهه. لذلك الفقهاء كيرجحوا هذا الرأي، قال لك الأنف والجبهة، الجبهة والأنف ذيون ذكوذ ميلان، بدليل هذه الرواية. أيضا رواية خرجها الإمام مسلم في صحيحه، وخرجها الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي، والإمام النسائي، والإمام أبو داود. كل هؤلاء العلماء خرجوا هذه الرواية في سننهم. إذا سجد العبد سجد معه 7 أطراف، إند وجهه أذمس. المراد هنا، والروايات يشرح بعضها بعضا، الجبهة أكذ وانزر، الجبهة مع الأنف، وبعدين وكفاه، وبعدين وركبتاه وقدماه، ذو قالكي 7. لذلك أوجبوا السجود على الجبهة. ولكن بالنسبة للأنف هناك من العلماء اللي قالوا هو على وجه الاستحباب، لأن الجبهة والأنف اعتبروهم في حكم العضو الواحد كما ذكرنا. ثورة أنروح ريون ذا الحديث وايض، الحديث أبو داود، إناد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض. وهذه الصورة الكاملة أن الإنسان يمكن من جبهته وأنفه على الأرض. هذا إذن السجود ثورة فيه سؤال يطرح: ما نسجدوا؟ ترى أنزوير فالسن غنزوير الركبتين؟ كل واحد يجاوب كيما يحب. ذي فالسن، ولكن راكم تشوفوا بعض صافي هذا يجوز وهذا يجوز، ولكن من باب الاستحباب يستحب يعني تقديم اليدين عند السجود. مرة سجد زور ذي فاسني، وهذا أسلم حتى من حيث التوازن. يفاسنيك زوارا زار كانوا له يوم ما يغلي زوار في فاسنيس الدعوة لا بأس، إما يزورك النظام الله أعلم مش هذا يغلي. ولكن عند الرفع باش يقوم يسبق في الركبتين، يعني ذي فاسني ذي نقورة هكذا. زماد خمض الشيخ عمر الوضعية، يلا ما يلز السجود تاقي بشك ولين معليش هكا ما يلز السجود اركع بعد، يلا اركع دق الركوع ثلاث الوضعية ياقي. هذا وضعية سليمة جدا، معناه الإنسان ينحني ويستقيم. ما عدا إذا كان واحد عنده عذر ثم ينحني بقدر الإمكان، خاطر النبي صلى الله عليه وسلم
إذا أمرتكم بأمر فأتم بشيء، في رواية بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وربي اتقوا الله ما استطعتم. سورة بعد السجود هاتين زوري فاسنيس بعد الركبتين. إمارة ديالي يعني الآن الرفع كامل دار مثلا سجدة ثانية مثلا عادي، يلا تنوض كيفاش تنوض والي ذو الركبتين ناك سجد أيوة الركبتين صحيت 10/10. أنا عم سيدي حسن أدير باش ديالي طبعا يعني ما راه يصوب هذه سجد هذه زوري فاسنيس ثقي استحبابا ما راه ديكر باش هذه يقوم القيام هذه زوير هذه يرفد قبل الركبتين خاطر ذي فاسني ذي مقوره ذنيثني شغل الرسول مكتني ذنيثني ذي مقوره مفهوم خاطر كنت تفكر الركبتين أتصعد الريسك ديزيكليبر، ولكن ما تكرس ركبتين بعد فاسنيك خلاص أقلك مضمون يعني لا بأس يعني وطمانك فوز ربي على كل حال. وهذا على وجه الاستحبابة، وإلا واحد كيما صليت يجوز هاك ولا هاك يعني كلاهما صحيح. وبعدين 9 الفرض التاسع الرفع من السجود، الرفع من السجود وتطمئن يعني هذيك الجلسة بين السجدتين لازم السكون والاطمئنان. الاطمئنان ماشي طبعا اسمحوا لي الإنسان ممكن يستعجل يعني المهم يسكن قليلا، وكلما اطمأن أكثر كلما هذا أخشع وأحسن وأقوم وأكمل وأوفى خاطر يمخلف يثيك وليوني ذي اللي حار مثلا يؤدي الواجبات كما لازم والسلام، إما إلا على بسط راحة أنا قيام الليل راه براحته يعني يعطي الطمأنينة إلى أبعد حد ممكن. وبعدين الرفع من السجود. والعاشر السلام، وسمعت الأحاديث والسلام هنا يسلم إذا سلم تسليمة واحدة هذيك فرض، ولكن التسليمة الثانية على وجه الاستحباب فقط. الواجب هو التسليمة الواحدة، هذا هو عند جمهور العلماء. إذا كتسمعوا مثلا هنا في المسجد رانا نسمعوا تسليمة واحدة وهذا صحيح، وهو ما ترجح عند الإمام مالك تسليمة واحدة. لمنين جابوا هذا عملا بعمل أهل المدينة، بعمل أهل المدينة، وهكذا كانوا يفعلون تسليمة واحدة. وفي حديث أيضا أخرجه الإمام البيهقي النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة ولكن كان يسلم تسليمتين، فبالتالي إذن خروجا من الخلاف إذا كان واحد يسلم تسليمتين ما كاش حرج، إذا تسليمة واحدة أيضا ما كاش حرج. دوك ما والفنا هنا مثلا عند الشيخ عبد الرحمن سلموا تسليمة واحدة عادي، هذا مكان هذا صحيح وهذا صحيح. نعم لا يا بالتسليمة خلاص كملت خرجت من ولو. نعم الشيخ دار الإمام السلام عليكم تسليمة واحدة، أنت كي تقول السلام عليكم خرجت من الصلاة، لست ملزما بالاقتداء، لست ملزما بالاقتداء فاصل الظالي دايم. ممكن الإمام بعد كي يكمل صلاته يريح يدير دعاء وكذا وتسبيح، ممكن واحد ما يديرهاش مستعجل يديرها في طريق، والأفضل يعني ختام الصلاة من تمامها. جلسة الاستراحة حبيت نسمع لكم يلا ورانا نشوفوا جلسة الاستراحة، كاين اللي يستريح كاين اللي ما يستريحش. حبيت نسمع انتم تفضلوا الإخوة كامل. بارك الله فيك تفضل. شي قال الشيخ عمار جلسة استراحة مغارن عيان استعفون. تفضل. يعني تأكيدا للفقيه الشيخ عمر، هو اتفق الفقهاء. تفضل نسمع لكم كامل يلا شيخ.
بارك الله فيكم، ما شاء الله، وهكذا تفرحوني. زيدوا كاش ما فيه رأي آخر. إذن هكذا. ثم أنه إذا الإمام ما دارهاش علاش نديروها؟ الإمام ما دارهاش عادي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، مادام في وقت الصلاة نأتم بالإمام والسلام على مكان. وإن شاء الله والحرج مرفوع إذا كان يعني واحد دارها والفها ولا، إن شاء الله الحرج مرفوع. ولكن العلماء يقول لك هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى. الأولى اتباع الإمام ما دمنا في الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. والسادة المالكية في هذه المسائل يؤكدون عليها تماما، يؤكدون عليها كثيرا، حتى في يعني في النية. مثلا إذا كان واحد ما صلاش الظهر ودخل الجامع لقى الشيخ يصلي العصر، ما يقدرش يقول مادام الشيخ يصلي 4 ركعات وانا نصلي 4 ركعات، صافي الإمام بنية العصر وانا ندخل معاه بنية الظهر، شغل كيف كيف 4 لا، ادخل مع الإمام بنية العصر. انت على بالك بلي الإمام راه يصلي العصر، ادخل مع بنية العصر، كي كمل بعد قضي صلاة الظهر نتاعك. وإذا أردت أن تعيد الصلاة العصر تحقيقا للترتيب جميل، وإن لم تعيدها فالحرج مرفوع عادي، لأنك أديت أجر الجماعة مع الإمام. غادي ما يسديون روطار مثلا ويزولار طهور يكشمد يفاد الشيخ يكشم ذي العصر تكبات الإحرام يكشم وتزالار طهور وحدك خاطئ، أسنضت الحقاق نصلي بسرعة شوية ونلحق الإمام. لا وانا غاستي نظن كذاك الشماغ سنيا طهور، مادام 4 ام طهور من العصر كيف نسنت خاطي. ولا قال ذي الاختلاف ير النيين شكوذ نية الإمام تقتدي به اقتداء تاما لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. بعد صلاة العصر، لا صلاة العصر كان الإمام ذاين، أم بعد من المثل المراكز ديال الإمام أتظل الظهور تتغرمض ذاك الساعة الشوا ما تبغيض أتعاود ذي العصر باش تحقق ترتيب الوردرني. الله يبارك. إما إلا تغاولض نغي حرصيك الوضوء هذاك يخسرنا كذا وتتعاود حادي، لأنك تزور العصر خاطر تفضل الإمام يتظل. نعم صحا نسينا، صحا نسينا. تفضل عمي الحاج. ثقي سيأتي بيانها. ثقي في تكبيرة الانتقال الأدنى وبعد أحاديث الموطأ، يعني موطأ الإمام مالك جامع تقريبا كل الأحاديث المتعلقة بهذا الأمر، سيأتي بيانها. واللي راه يدير يرفع الأيدي في كل الحركات، يعني تكبيرة الإحرام لأن هو قال تكبيرة الإحرام ذايا يرف ذا فوسيس ذاين لم يفوت تصلي قبل ذكر ما راه يركع ما يرفع من الركوع انت خدمك في كذاكي باش تدرب كده حقيس ادنا من بعد ان شاء الله الاحاديث الموطأ الامام مالك يفك هذوك التفاصيل ديك السنه. التفاصيل ديك السنه دينا شدنا المالكيه اشدنا الوياض اعتمادا على هذه النصوص، والامام مالك سبحان الله اوردها في موطئه. سياتي البيان يعطيك الصحه سي الحاج موت نسوير ان شاء الله اديس الوقت ان شاء الله. وبعدين الجلوس للسلام ثقة رقم 11 بمعنى مدينا والرفع منه والسلام والجلوس، والسلام والجلوس معنى لازم تسلم وأنت جالس. التسليم ما تفاصيل ظليث لازم تكون في حالة جلوس من مسفهم هذا بالتفصيل. وبعدين رقم 12 ترتيب أداء الصلاة. أنا سيديك ذي البيت رقم 103 والجلوس له وترتيب أداء في الأسوس. الأسوس المقصود معنا في الأصول ترتيب أداء الصلاة. ما معناه؟ معناه يقدم القيام على الركوع، يقدم القيام على الركوع ويقدم على الركوع ويقدم الركوع على السجود إلى آخره.
معنى ما تقولش نديرهم كاع وخلاص قدم وأخر، لازم بالترتيب بار اوردر. أكني إيلان صلوا كما رأيتموني أصلي، وقي ظل فرض معنتها إذا خالفت الترتيب فالصلاة باطلة ولو أتيت بهذه الهيئات. لو كتخمضا كل شو الاقي وصل تخدم ضارة بار اوردر كني دوسان تصلي تبطل. ذاين مدينا والرفع منه والسلام والجلوس، البيت رقم 103، والجلوس له بعدين وترتيب أداء في الأسس، ترتيبها في الأداء، ترتيب الأداء. و13 الاعتدال، البيت رقم 104، والاعتدال مطمئنا بالتزام. أكيد هنا والاعتدال مطمئنا بالتزام، بمعنى لازم واحد يجعل القامة تاعو منتصبة إلى أذيل قائم. ميل مريض لعذر لا حرج أن ينحني، أكني قل الحالة ينس، ولكن الأصل الإنسان يستقيم القيامة كي قل قليل. طبعا هذه يفد هكذا، بما لا يعيان غير هلكنا كذا ذينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رقم 15 رقم 14 الطمأنينة، لأن الحديث اركع حتى تطمئن راكعا واسجد حتى تطمئن ساجدا. ثقي الاطمئنان الطمأنينة هي فرض، والمراد بالطمأنينة سكون الأعضاء، سكون الأعضاء ماشي ك يعني وذفيروا يعني تخدمض ام كل هيئة تسكن لها سكون الأعضاء. المراد إذن بالطمأنينة في الفاظ رقم 14 معناتها سكون الأعضاء. رقم 15 متابعة المأموم لإمامه، ثقي شو دينا والاعتدال مطمئنا بالتزام، من بعد تبع مأموم بإحرام سلام، بمعنى أنه نية الاقتداء متابعة الإمام المأموم لإمامه. الحديث ذكرناه إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني لا نكبر حتى يكبر، ونشمر ديال الظالي ثم يكش منسى دين الله أكبر دين الله أكبر. أم بعد ذاغ الركوع كيف كيف، لا نركع حتى يركع، لا نرفع حتى يرفع، لا نسجد حتى يسجد، ولا نسلم حتى يسلم. وقيل المقصود. أخيرا 16 نية الاقتداء واجبة على ذا شو يقول مقصودية مقتدى في جميع الصلوات، مقتد بالإمام وتبع له. ولكن سمحي يفذر دي البيت الأخير 105 إناد في خوف وجمع وبعد جمعة مستخلف. هاثني في 4 كذا في 4 يجي ذا شو ثنت في صلاة الخوف لازم نيتنا تنسجم مع نية الإمام. في الجمع مثلا بين المغرب والعشاء في ولا بين الظهر والعصر في عند المطر يخلوا ثور ما يقفور شراب ديف ربي يفور ديف ربي الهواء، يعني نجمع أكينا ساقي نجمع معنى الإمام هذه الظل المغرب بعد ذو العشاء إلى قنسعوا نية الجمع، نية الجمع. نعم. بارك الله فيك، شكرا. معنى الإمام يخبر المصلين يقول يا جماعة مادام فيه غرقة وفيه مطر وكذا إلى آخره وعواصف وكذا، يقول لك اليوم نجمعوا، يعني يعلن باش نديروا نية الجمع. وكذلك جمعة أيضا في صلاة الجمعة، وكذلك مستخلفين. واش يقصد بالاستخلاف هنا؟ تفضلوا يا جماعة. واش علاش باش نذكرها هنا؟ واش يقصد بها ابن عاشر ومستخلفين؟ قال كلمة فيها معنى كبير. ايوه من بعد نزل حاجة ما وصلتنيش. الإمام هو الإمام من بعد عنده عذر وخرج من الصلاة، المؤذن اللي كان موراه يجبدوه باش يدخل المحراب. من بعد واش يصير هنا؟
لازم يغير النية. هذا هو المقصود، يغير النية، بمعنى كان مأموما، مادام استخلف الإمام مباشرة دخل المحراب يغير النية من مأموم إلى إمام، صرت إماما. حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله.